طبعا احنا في الزمن ده، واللي فيكم بيقعد على السوشيال ميديا، في كده 2 3 طالعين في المقدر جديد وعمالين يشككوا في المسيحية، وعمالين يشككوا ويشككوا باستهزاء وباستفزاز. عايزك تعرف ان مسيحيتك عمرها 2000 سنة، وعايزك تعرف ان مفيش سؤال في المسيحية ملوش إجابة. ربما انت ما تعرفش الإجابة، لكن له إجابة. وعايزك تعرف ان في تاريخ المسيحية ظهرت هرطقات أشكال وألوان وكلها راحت في التراب. وعايزك تعرف بقى أهم حاجة، ان عدو الخير يستخدم أشرار ويدخل للإنسان من باب التشكيك. مع عدو الخير ملوش غير حربين، يا يشككك يا ييأسك، اليأس والتشكيك. حتى آباء الاعتراف بيلاحظوا الحاجات دي في وسط ولادنا واعترافاتهم. واحد بيشك في أي حاجة، وتلاقي أحيانا الحرب دي تزيد، حرب الشك، وانت بتمارس أي عمل روحي. يعني فاتح الإنجيل وبتقرأ، يجي كده يشككك في ودانك، يقول لك الكلام ده معقول؟ هو ده بيحصل؟ تيجي تقرأ سيرة قديس، يقول لك معقول الكلام ده؟ دي أساطير. تيجي تتقدم للأسرار، وانت رايح تتقدم للأسرار يجي يشككك بأفكار. عشان كده من فضلكم احذروا من الناس اللي بتبلبل العقول. خلي عقلك كده مش موزون، وعمالين يشككوا في المسيحية. وطبعا عشان يصطادك يقول لك ايه، ده البابا فلان والأسقف فلان والكاهن فلان والشماس فلان، وناخد من تسجيلاتهم ونزعها ونجيبها لك عشان نشككك اكتر واكتر. بيعتمدوا على ايه؟ ياخد كلمة في الوسط، ياخد جملة ويقطعها من السياق بتاعها ويفضل يشكك فيك. يا اخوتي الاحباء، كن قويا، واعرف ان ايمانك اللي انت عايشه النهاردة من ايام ما تسلم للكنيسة من 2000 سنة ايمان ثابت وقوي، وثبت اساس الكنيسة. هذا الايمان له اساس، مش شوية هوا هيوقعوا المبنى خالص. وياما طلع ناس، وياما قالوا كلام، وياما افتروا على المسيحية، افتروا عليها بكل حاجة. والنهاردة بقى عشان الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وعشان الأفلام الصغيرة اللي بتقعد دقيقة أو دقيقتين، وعشان يقطع لك ويجي كده ويزن على ودنك ويزن على عينك، كن ناصح، كن عاقل. أكرر وأقول، لا يوجد سؤال في المسيحية ليس له إجابة، مفيش. ومش هيجوا بتاعه النهاردة يخترعوا اختراعات ويقعد يشكك في حاجات وعقائد وإيمانيات ثابتة في الكنيسة بقالها 2000 سنة. بس عايز أقول لك برضو حاجة بيني وبينك، اوعى تكون انت مهمل في حق نفسك. اوعى تكون انت مهمل في حق نفسك. يعني ما بتقراش، ما بتذاكرش، ما بتعرفش، ما بتسألش، ما بتفهمش، ما بتكتبش عندك. إذا كنت بقى شخص فاضي الهوى هيلعب بيك، هتبقى زي الريشة. لكن لو كنت شخص تقيل أساس الكنيسة وثابت، ولا أي حد يلعب بيك، ولا اللي يقول لك أفكار وكأنه اكتشف اكتشاف. نقول له ده أنت ابن امبارح وأنت تعرف حاجة. وبيختاروا ناس أو بيحطوا ناس، والأمور دهيت يا إخوة بتتعمل بدراسات علمية. يعني يفضل يشككك لغاية ما يوقعك. ده مرة عملوا إيه من الناس اللي بيقوموا بالحكاية دي، جاب رقم تليفون كاهن من الكهنة واتصل بيه الساعة 6 الصبح. أبونا كان ساعتها نايم،
فأبونا فتح التليفون لأي حاجة تخص خدمته. فصباح الخير يا جود سابونا، يا جود سابونا بالصعيدي عشان يعني يظبط. ازاي الصحة؟ كان عندي سؤال، وراح سأله سؤال عقيدي كبير. ده أبونا لسه صاحب ويقول يا فتاح يا عليم، مش كده برضه؟ يعني فطبعا أبونا تدارج، كان بيسجل. انتبهوا للكلام ده، انتبهوا، ما تبقوش شوية ريش في الهوا رايح وجاي، وانا بخاطب شبابنا وشاباتنا. انتبهوا للكلام ده. والعالم كله فيه مضادات لكل شيء، فيه مضادات لكل شيء، وفيه نشر الفكر الخبيث بكل صورة. طبعا انت لما بتتفرج عليه اولا بتتشكك، وبتكون عملت له لايك ولا عملت له شير ولا عملت له اي حاجة بالشكل ده، وزودت الناس اللي بيشوفوه، وبعدين تروح متكلم وعلشان جاب لك حاجة تشككك في صورة سؤال، وكأنه اكتشف، وكأنه بيجيب الديب من ديله، وانه يعني هيخترع اختراعات جديدة. من فضلكم، من فضلكم ثبت أساس الكنيسة، ثبت الاستنارة في العقول. ما تنساش ان الروح القدس في يوم جاب واحد عشار وحوله تلميذ للمسيح اللي هو متى الرسول، والروح القدس جاب واحد صياد، صياد يعني معرفته محدودة، ما يعرفش غير السمك والمية، جابه وحوله انه ينطق بالالهيات. وما تنساش ان الروح القدس جاب مضطهد للكنيسة اسمه شاول الترسوسي، وحوله الى كارز وعملاق وشهيد. ما تنساش. وهنروح بعيد ليه؟ هنروح بعيد ليه؟ كنيستنا من كذا سنة وعلى مرأى من العالم كله قدمت 21 شهيد سميهم شهداء ليبيا. شهداء ليبيا، ودول شباب زي الورد طالع من قرية صغيرة جدا، إمكانياتهم محدودة للغاية، لكن إيمانهم ثبت أساس الكنيسة. وباستشهادهم ثبتوا أساس الملايين